السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل الليمون المخلل بطريقة هتخلينا ان شاء الله ناكله بعد 3-4 ايام، ونقول بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا النهاردة الكمية اللي احنا اشتريناها 2 كيلو من الليمون، ما شاء الله اللهم بارك. بتقعد معاكي وقت طويل، وما شاء الله بتدينا كمية، يعني ما شاء الله اللهم بارك. اول حاجة بنغسل الليمون غسلة كويسة، وبنراعي واحنا بنشتري الليمون ان يكون حجم الليمونة كبير. هنغسله غسلة كويسة وهنرفعه على النار علشان نغليه ونسلقه. هنسلق الليمون معانا بس مش هنخليه يتهري مننا. اول ما الليمونه معانا تبدا تتفتح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ونشوفها فننزلها من على النار. هنبدا نغير على ميه الليمون حوالي 3 ايام. هنغير ميه الليمون الصبح وبالليل علشان ننزل اي مراره جواه، وبعد 3 ايام خلاص هيكون الليمون كده مفيش اي مرارة جواه، لان احنا غيرنا ميته صبح وليل زي ما قلت لكم. هنجيب الليمون وهنجيب معانا شطة حمرا مفرومة وملح والبرطمانات وكمية المية اللي احنا محتاجينها، ونبدأ كده نعبي الليمون في البرطمان ونقول بسم الله. بس يا ريت ما ننساش ندوس لايك ونشترك في القناة ونفعل الجرس علشان ان شاء الله يوصل لكم اي اشعار مني باي فيديو انا ممكن انزله. الشطة الحمراء المفرومة والملح هيخلوا الليمون طعمه بجد ما شاء الله خطير. نبدأ كده نعبي الليمون في البرطمانات. دي كمية الليمون حوالي 2 كيلو. كل برطمان معانا هنحط فيه كيلو من الليمون. الليمون هنا ما شاء الله احنا اتخلصنا من اي طعم مر جواه علشان احنا كنا بنغير ميته، وبالتالي فاحنا ان شاء الله يعني يوم واحد وهناكل منه على طول، هيحلو معانا على طول، لان هو كده خلاص ما بقاش في اي مرارة. هنعبي الليمون في البرطمان ما نحاولش نضغط عليه. احنا عايزين الليمونة كده تبقى صحيحة بشكلها اللي هي اتسلقت بيه. نبدأ نحط كمية الليمون في البرطمان التاني. برطمان هنا معايا بياخد كيلو من الليمون، علشان كده انا وزعت الليمون على برطمانين. كده بنحط كمية الليمون اللي باقية معانا في البرطمان التاني. بس نراعي ان احنا يعني الليمون يبقى على قد البرطمان كميته، عشان مش عايزين اي هوا يبقى داخل البرطمان. يعني كمية الليمون تبقى على قد حجم البرطمان. حطينا الليمون كده في البرطمانين. نبدأ نهز كده البرطمان عشان ياخد معانا كل الكمية من غير ما نضغط على اي ليمونة او يتغير شكلها. كده خلاص عبينا الليمون في البرطمانات بالشكل الجميل ما شاء الله اللي انتوا شايفينه ده. هنبدأ كده نحضر مية الليمون. هناخد كمية من الملح
نص معلقة من الشطة المفرومة، هنقلبهم مع بعض كويس. نتأكد ان الملح والشطة اتقلبوا قوي مع بعض. نبدأ كده ننزل بالمية على الليمون، عايزين المية توصل لآخر البرطمان علشان الليمون كله يتشرب للمية معانا. احتاجنا كمان كمية من المية، خدنا شوية من المية عليهم برضو شوية من الملح، نص معلقة من الشطة المفرومة. قلبنا برضو كمية المية، هنا كمية المية بسيطة لان احنا مش محتاجين مية خلاص كتير. هنزود المية على البرطمان التاني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نتأكد ان المية وصلت معانا لآخر البرطمان. هنا كانت كمية الشطة هنا يعني أزيد شوية، فقلنا نوزعها على البرطمانين. نبدأ نحط ورق لورا على وش البرطمان كمادة حافظة لليمون، وكمان بيدينا طعم حلو قوي للمخلل معانا. نحط على وش البرطمان التاني كمان. واخر حاجة هننزل بشوية الزيت الصغيرين قوي على وش البرطمان كمادة حافظة لليمون عشان يتم نحتفظ بشكله وطعمه وما يدخلهوش اي هواء. فهنقفل البرطمان قفلة كويسة جدا ونتأكد ان احنا قفلنا الغطا كويس. وبكده خلصنا الليمون، ويادوب يوم واحد بالكتير ان شاء الله وناكل منه على طول. ما بياخدش معانا اي وقت خالص في التخليل. خلاص احنا كده خلصنا الليمون معانا النهارده. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم وتقولوا لي في الكومنتات وتحطوا لايكات كده علشان تشجعوني. وتقولوا لي ايه رايكم فيه لما تجربوه. كده خلاص خلصنا الليمون.
وان شاء الله الوصفة تعجبكم. بس ما تنسوش تتفاعلوا معايا وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان ان شاء الله يوصل لكم اي اشعار مني. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.